رحلة السائح في أعماق تمنرست لا تكتمل دون أخذ استراحة والتمتع بطبيعة أبدع الله في تصويرها، ولا تكتمل كذلك دون تذوق أشهر طبق معروف بالمنطقة، تيغلا أو الملة. الترقية يسموها تاقلة، وفي مناطق أخرى في شمال الصحراء يسموها الملة، وهي يعني عبارة على أكلة يعني بسيطة، وكل يعني تقريبا السائح كي يجي ماذا به يتذوق هذه الأكلة هذه. تيغلا هو عبارة عن خبز مكوناته دقيق، ماء وملح، يطبخ تحت الرمال. كيلومترات يعني عن المدينة في مثل هذه. بعد تقطيعه إلى أجزاء صغيرة يضاف إلى المرق. المرق نتاعها يعني يتحضر كباقي، يعني شيء من طماطم وشيء زيت وشيء من الخضر والماء والملح، سواء يحضر لها يعني مرق يعني عادي بالخضر وغيرها، أو يعني يستهلكها مع الحليب أو مع الماء، أو يعني هي بسيطة. البدو وبحكم ترحالهم الدائم يعتمدون على هذه الأكلة ذات الفوائد الغذائية الجمة. الانسان المتنقل يعني على بالجمل يعني ما تديش له مكان في الامتعه نتاعو، وسهلت يعني التحضير. الرحل يعني غالبا ما يستهلكها يعني سواء مع شويه من الدهان كما نقولوا احنا بالعاميه، او مع الحليب، او مع الشاي، لانه يعني هو متنقل وممكن ما يكون في مناطق اللي ما فيهاش يعني كما نقولوا احنا الخضر ولا. بعد التمتع بأكل طبق التيغلا أو الملة يحين وقت الشاي، لتفتح معه جلسات السمر والحديث إلى أن تبعث السماء خيوطها إذانا بقرب الليل.